دي عربيه ام جي. العربيات الام جي مشهوره باستمرار ان الراداتير بتاعها او قاعده او الصدر اللي بيشيل الراداتير بتاعها بيتكسر وبيشيل السربنتينه وكل حاجه. وخصوصا العربيات الام جي 5 على طول باستمرار بنلاقي ان الصدر ده زي ما انتم شايفين كده للاسف بيتكسر. ده بسبب ايه؟ بسبب اللي احنا المستوى بيبقى من قدام منخفض الى حد ما، بس السبب الابرز اللي احنا عندنا الجزئيه دي فايبر او بلاستيك، فبالتالي ما بتستحملش اي صدمات. نوعا ما المصفحه المغنيسيوم بتاخد معاك الصدمه، فبالتالي بتقلل بنسبه كبيره من ان الحامل او الصدر بتاع العربيه يتكسر. صح يا هندسه ولا ايه؟ ايوه طبعا صح. يعني بتحمل حوالي 90% من الصدمات. 90%. يعني مثلا المطب لو جه في الصدر على طول بيكسره، ما فيهوش تفاهم. تمام. لو جه في المصفحه يعني لو المطب متوسط شويه لحد كبير يعني. لحد نسبه 90%. تمام. انا فعلا بنسبه كبيره، انا الحمد لله يعني الصدر عندي ما اتكسرش لغايه دلوقتي وانا معايا عربيه ام جي 5، والصدر ما اتكسرش بس بسبب ان انا مركب المصفحه من فتره. طبعا باخد خبطات كتير بس الحمد لله كرم من ربنا ان انا من 90% اللي ما بيتكسرش الصدر بتاعهم بسبب المصفحه. تمام. هو الصدر ده يا هندسه بتغيره ازاي؟ والله بص، احنا بنغيره بنحل الاكسدام بس، يعني ما بنحلش سربنتينا او راداتير، يعني ما بنفضيش فريون العربيه، ما بنفضيش الميه بتاعت الراداتير، بتفضل هي الستوك بتاعتها زي ما هي. فبالتالي بتقلل التكلفه على العميل بالزبط. اللي بيجي يغير الصدر يعني العميل ما بيتحملش اي تكلفه غير ثمن الصدر والمصنعيه بتاع الحل والتركيب بس. يجي لك ناس يعني فعلا حلوا الراداتير في ناس بتحلها عند ورش، يعني ممكن هو ما عندوش خبره قوي في الام جي فلازم يحل الراداتير والسربنتينا، فبيفضل فريون وبيفضل ميه الراداتير. احنا ما بنعملش كده. طب ما تقول لنا السر ونخلي الناس يعني الناس تسترزق وفعلا ما يضايقوش العملاء بتاعتهم. بص يا كبير، هو لازم الاكسدام طبعا يتحل. تمام. والشاسيه الشاسيه الاكسدام لان في تحتيه ضف ودن اللي ماسكه الراداتير زي كليبس كده، لو حضرتك اتنطر من هنا الكليبسين دول خلاص هو الصدر بقى بره، من غير طبعا ما يحل الراداتير ولا يحل اي حاجه من جوه. كتر خيرك، كتر الف خيرك يا هندسه. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا لحضرتك. السلام عليكم.